السلام عليكم تعالى وبركاته. معكم قناة تاريخ يروى. موضوعنا اليوم عن السيدة الحرة حاكمة مدينة تطوان والمرأة التي ألهمت اسم ولاية كاليفورنيا. من تكون؟ تعد السيدة الحرة واحدة من أبرز الشخصيات النسائية في تاريخ المغرب والعالم الإسلامي خلال القرن السادس عشر. ولدت حوالي سنة 1485 ميلادية في أسرة أندلسية نبيلة. هاجرت إلى المغرب بعد سقوط الأندلس ونشأت في بيئة علمية وسياسية جعلت منها امرأة استثنائية في زمن كان الحكم فيه حكرا على الرجال. تولت السيدة الحرة حكم مدينة تطوان شمال المغرب وأصبحت حاكمة فعلية لها، وهو أمر نادر في ذلك العصر. عرفت بقوتها السياسية وحنكتها الدبلوماسية، كما لعبت دورا مهما في مقاومة التوسع البرتغالي والإسباني على السواحل المغربية. وتحالفت مع القائد البحري الشهير خير الدين بربروس، وقادت نشاطا بحريا قويا في البحر الأبيض المتوسط دفاعا عن المسلمين والأندلسيين المطرودين من ديارهم. لم تكن السيدة الحرة مجرد حاكمة محلية، بل كانت شخصية ذات نفوذ إقليمي، حتى إنها تزوجت من السلطان الوطاسي أحمد الوطاسي دون أن تغادر مدينة تطوان، في سابقة تاريخية تؤكد مكانتها السياسية واستقلال قرارها. السيدة الحرة وعلاقتها بولاية كاليفورنيا الأمريكية. يرتبط اسم كاليفورنيا في بعض الدراسات الحديثة بالسيدة الحرة بشكل غير مباشر، فاسم كاليفورنيا ظهر أولا في رواية إسبانية خيالية من أوائل القرن السادس عشر بعنوان مغامرات إسبلانديان، حيث وردت شخصية ملكة محاربة تدعى كاليفيا تحكم جزيرة غنية وقوية. ويرى عدد من المؤرخين أن شخصية الملكة كاليفيا استلهمت جزئيا من السيدة الحرة نظرا لتشابه الصفات. امرأة مسلمة قوية تحكم منطقة ساحلية وتقود الأساطيل البحرية وتخوض صراعات مع القوى الأوروبية. وعندما وصل المستكشفون الإسبان إلى الساحل الغربي لأمريكا أطلقوا اسم كاليفورنيا على تلك الأراضي متأثرين بتلك الرواية. هنا سوف تظل السيدة الحرة رمزا للمرأة المغربية القوية، وواحدة من أوائل النساء الحاكمات في تاريخ الحديث، سواء أكانت مصدر الإلهام المباشر لاسم كاليفورنيا أم لا، فإن تأثيرها في الذاكرة التاريخية المتوسطية والأندلسية لا يمكن إنكاره. إنها نموذج مشرف للقيادة والشجاعة والدفاع عن الهوية والسيادة. وقبل الختام لا تبخل بالاشتراك في القناة وضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.